احمد، انا جبت لك الجاكيت ده عشان عارف ان الجو ساقع. ماشي يا استاذ مصطفى. مصطفى، انت عارف الجاكيت اللي انت هتديهوله ده ثمنه كام؟ دولت، خش جوه دلوقتي. مش داخله، واعمل حسابك ان انت لو اديته الجاكيت ده انا مش هقعد لك في البيت، وبعدين هو انت عايز تلبسه جاكيت ثمنه 10000 جنيه؟ مفيش داعي تقولي تمنه يا استاذه دولت. عمر الجاكيت دي ما هيبدل التوب اللي احنا لابسينه، توب الكرامه. انا احسن لي اموت من البرد ولا اسمعش كلمتين من حضرتك. انا قلت للاستاذ مصطفى ياخد الجاكيت، مش عايزه. اتفضل يا استاذ مصطفى. اسمعني بقى عشان عايزه اقول لك كلمتين. نعم يا دولت هاني. انا ومصطفى اتخانقنا بسببك، فانا مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. اللي رايح حضرتك حاضر. ولا اقول لك، انت حتى لو اتقطع عيشك ورحت قعدت في البيت، مصطفى جوزي عشان قلبه طيب وحنين هيديك فلوس برضه، فانت كده كده هتبقى مرتاح، فانا مش عايزه لك الراحه بصراحه. ماشي يا دولت هاني حاضر. ماشي طيب. وفي حاجه كمان. اتفضل. انت بتنام الساعه 7 الصبح صح؟ بالظبط. انا بقى 7 الصبح دي عايزاك تروح تجيب لي كل الطلبات اللي انا محتاجاها، تمام؟ حاضر. وبعد ما تخلص الطلبات هشوف انا عايزه ايه تاني. حاضر يا دولت هاني. هو كل حاجه حاضر حاضر؟ انت ايه مش جاي تعترض؟ والله حاضر دي بقولها عشان خاطر انا متربي. وعلى فكره انا خريج من AUC ومعايا 7 لغات، بس هقول ايه لابويا الله يسامحه، خلاني سبت التعليم وانتبهت للارض والطين في البلد. بس الحمد لله الظروف اضطرتني تخليني اشتغل، وما ينفعش اقول غير حاضر يا استاذه دولت. هو ايه متربي دي؟ تقصد ان انا مش متربيه يعني ولا ايه؟ لا العفو طبعا، انت متربيه ومحدش زيكم. شوف انتوا فين. اللي انت عايزاه انا هجيبهولك حاضر ومش هنام. انت نرفزتني، انا ماشيه. طب خلاص ماشي، خلاص اقفلي انت دلوقتي. ها يا مصطفى عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، مش معايا. يعني ايه مش معاك؟ يعني مش معايا. فاكره ان ال1.5 مليون دول سهل قوي اجيبهم لك؟ لا مش سهل. انت كده كويس، لما ما تقفش جنبي وقت ما شركتي تكون بتضيع انت كده تمام. دولت، انت عارفه كويس ان انا بقف جنبك. استاذ مصطفى انا لقيت صوتك عالي فقلت اجي اشوف سيادتك. هو انت ايه حاشر نفسك في كل حاجه؟ حتى المشاكل اللي ما بيننا حاشر نفسك فيها برضو؟ هو انت ازاي تكلمي كده وانا واقف؟ ما تحترميني شويه. مفيش حاجه، بس المشكله في الشركه بتاعت الهانم، محتاج 1.5 مليون. اديني 48 ساعه وال1.5 مليون هيكونوا قدام حضرتك. لا والله. وانت بقى ال1.5 مليون دول هتجيبهم منين؟ من خزنه حضرتك؟ هو اكل وبحلقه وخلاص. هنزل ابيع الارض وهجيب الفلوس